السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتدور على عربيه سيدان في حدود المليون ونص لحد المليون او اكتر، حتى لحد ال2 مليون، في الفيديو ده انا هعدي على معظم العربيات السيدان او الهاتشباك اللي موجوده في الفئه دي ونتكلم عنها كده سريعا، هل ارشحها ولا لا. طيب، اول عربيه هتكلم عنها وهي الجاك الجي 7. العربيه دي انا شايفها بتنزل بسعر كويس جدا، وكمان نزل عليها خصم كويس، فيستاهل ان انت تبص عليها. ولكن بتيجي بفتيس سي في تي، لازم تبقى واخد بالك بغيارات الزيت بتاعه الفتيس ده، ولازم ما تقرص عليه، ده العيب الوحيد. فهي مش عربيه رياضيه، ولكن لشاب ما بيجريش او لاسره ما بتجريش، مش مهتميه بالجري، بتمشي على السرعات القانونيه، العربيه دي مش المشكله بالنسبه لها. ولكن لو انت بتجري فلا، ابعد خالص عن العربيات دي، في عربيات افضل منها بكتير. طيب نيجي للعربيه الهيونداي الاي 30. العربيه دي ادائها كويس جدا، وحتى استهلاكها في البنزين كويس، ولكن الحجم بتاعها مش اكبر حاجه، والفتيس بتاعها دراي. فتبقى واخد بالك من النقطه دي، ان انت لو هتقرص على العربيه دي وهتسوقها سواقه رياضيه هتغير كلاتشات كل شويه، فتبقى واخد بالك ان اي عربيه تلاقيها بويت كلاتش هتبقى افضل من الفتيس الدراي ده. البيست يون البي 70 هي عربيه بتقدم باكج حلوه جدا وكل حاجه وسعر كويس وكل حاجه، ولكن عربيه مش منتشره، فانا ما اقدرش ارشحها لان انا هخاف اشتريها لنفسي، فما اقدرش صراحه ارشحها لك. بالنسبه بقى لمازدا 3 او اللي سعر مازدا 3، يعني انا عايز امسكه من زماره رقبته، او يعني اساله سؤال بذمتك انت، يعني كنت بتفكر في ايه وانت بتسعر العربيه دي او بتنزل العربيه دي بالموتور ده؟ فيعني مش عارف، يعني لو انت مضطر خلاص على الموتور ده ومفيش حل تاني، ما تنزلش العربيه، شوف عربيه تانيه، شوف عربيه تانيه اصغر منها، شوف المازدا 2 حتى. ولكن العربيه انا شايفها صراحه مش قيمه مقابل سعر في الفئه السعريه دي، unless انت بتقدر الاعتماديه والشكل الشيك بتاع مازدا، وعربيه ياباني، تقفيل ياباني والكلام ده، هي تتفوق على كورولا في كل حاجه، ولكن تبقى عارف برضو ان هي عربيه غاليه وممكن تجيب بفلوسها عربيات احلى بكتير. طيب بالنسبه للشنجان الايدو بلس واليوني في، العربيتين على فكره ممتازين جدا وواقفين في مناطق تسعير كويسه، ولكن لو تقدر تجيب اليوني في هاتها. الاداء في اليوني في افضل شويه، الثبات في اليوني في برضو افضل شويه، العزل في الاثنين ضعيف، بس في العربيه الايدو بلس اضعف شويه. العربيتين دول ممتازين جدا، اعتماديه ممتازه وتوكيل كويس، والعربيتين منتشرين وبيقدموا باكج كويسه جدا في الاوبشنز، يعني اداس فيتشرز وكاميرات، حاجات انت مش هتشوفها خالص في العربيات اللي موجوده معاها في الفئه السعريه. فانا شايف ان هي باكج كويسه جدا، ولكن العربيه بس يعني عيبها ان هي الخامات بتاعتها مش احسن حاجه، والثبات بتاعها مش احسن حاجه، العفشه تورشن بيم. فلو انت عايز تجري والكلام ده وكمان عايز اداء افضل شويه، لا بص على الشنجان اليوني في. ناقصها بس مرايات التعتيم الصراحه، يعني انا شايف ان مرايات التعتيم الاوتوماتيك دي مهمه جدا، خصوصا في عربيه سيدان الناس كلها ماشيه فاتحه النور العالي، فهتلاقي النور بيضايقك كتير. فصراحه انا شايف ان المرايات التعتيم دي يعني حاجه مهمه جدا، وكمان العربيه مفيش فيها اندرويد اوتو، فبرضو تبقى واخد بالك من الحاجتين دول. لكن هي كباكج والله انا شايفها ممتازه جدا، بتقدم باكج يعني افضل من العربيات اللي اغلى منها كتير في الشركات الصينيه. طيب نيجي بقى للكرولا، وهي عربيه يعني مش مستنيين ان اتكلم عليها، ولو قلت فيها ايه برضو الناس هتشتريها، هي الجنيه الذهب بتاع السوق المصري. العربيه دي على فكره يعني تتميز في السوق المصري في الفئه السعريه دي ان هي اكتر واحده اعتماديه في الفئه دي، يعني انت عمرك ما هتقارن اي موتور ناتشرالي اسبريتد بموتور تيربو في الاعتماديه، ولا في الانتشار، ولا برضو في القطع الغيار. خد بالك كمان العفشه بتاعت العربيه الكورولا ممتازه، تاخد بالك من النقطه دي. الفتيس السي في تي بتاع كورولا غير خالص الفتيس السي في تي اللي انا بتكلم عنها اللي بيبقى فيها مشاكل، فتبقى واخد بالك برضو من النقطه دي، ان الفتيس بتاع كورولا بيغير زيت كل 60,000. ما تفزلكش هو قال لك زيت لايف تايم زي الناس ما بتعمل ولا الكلام ده، لا عادي، محترم نفسه، والعربيه بتغير زيت كل 60,000، والفتيس بيعيش عادي بيمشي بالمليون كيلو. ولكن انا بتكلم بقى عن العربيات اللي هي ايه، اللي هي اسمها نيسان ورينو، تمام؟ فهتبقى واخد بالك ان الزيت بتاع السي في تي ده لازم يتغير. طيب نيجي بقى للميجان حبيبه قلبي. العربيه دي انا ما اتكلمتش عليها وناس كتير سالتني عنها، انا كل اللي اتكلمت عنها اتكلمت عن الميجان القديمه، وناس تخش تقول كل العيوب دي في ال 1200 تيربو والكلام ده. لا، الموتور ال 1300 متحدث تماما عن الموتور ال 1200، التكييف بتاعه اقوى، كان التكييف بتاع ال 1200 ده متعب، والاعطال فيه اقل. طبعا في اعطال بتظهر على كيلومتر عالي، في ناس بتتكلم ان في استهلاك زيت بسيط خالص بيحصل على كيلومتر عالي، الكولنت بيحصل فيه مشكله، ولكن دي مشاكل بتحصل في كل العربيات عادي يعني. ممكن بس تلاقي الشركات القديمه بتلاقي موتورها اعتمادي اكتر، يعني ممكن
الموتور ال 1400 بتاع فولكس فاجن، الموتور ال 1600 بتاع شيري. دي مواتير نزلت في عربيات كتير واتهرست، فبتلاقيها اعتماديه اكتر على الكيلومتر العالي. شيري اعتماديه اكتر من رينو، فتبقى واخد بالك من النقطه دي. طيب نيجي بقى للرينو ال 1600. لا طبعا ما تشتريش العربيه دي خالص، يعني مش قيمه مقابل سعر ابدا. الفتيس بتاعها بيعمل مشاكل، ويعني نيسان ورينو مش شاطرين في الفتيس ده. وانا اشتريت عربيه بنفس الفتيس بنفس الشكل بنفس الكود بنفس كل حاجه وعملت مشاكل، كانت الداستر القديمه. فتبقى واخد بالك من النقطه دي. لا هو ولا بتاع سنترا بتاع ارس، فما تبقاش جايب العربيه دي وتقرص بيها. لا بص على العربيات الصيني، هتبقى قيمه مقابل سعر افضل. فما حدش بس يضللك ويعني تجيب عربيه للشاب والكلام ده وتبقى فيها فتيس سي في تي في الاخر. لا، اللي انت هتاخده حتى ولو نفترض يعني ان الفتيس السي في تي بيوفر بنزين، ورغم ان ده مش صح زي ما الناس بتسوق له، يعني مش صح في اسلوب السواقه بتاعنا، لان احنا يعني بلد زحمه، فاحنا هنقف ونمشي كتير. وهتلاقي لينك الفيديو موجود في الديسكربشن لو عايز تعرف بالتفصيل ايه هي مشاكل الفتيس ده. طيب نيجي بقى للاساطير اللي راحت عليها، اللي هم الالانترا السي ان 7 والجراند سيراتو. العربيتين دول ممتازين في الاعتماديه، ممتازين في كل حاجه، ولكن غاليين. يعني لو انتوا عايزين تبيعوا العربيتين دول من الاخر كده هينزلوا بثمن الاي دي قولا واحدا كده. لو انت عايز تبيع العربيات دي في الزمن بتاع التخفيضات دي هينزلوا بثمن الاي دي او زياده 50,000، يعني ده اخرهم. ده حتى زياده 50,000 ده كتير. فانا شايف ان العربيات دي تبعد خالص عن المليون ونص والمليون و400 والكلام ده. العربيات دي تبعد تماما، يعني انا شايف حتى الصيني لا يتفوق عليها، فتاخد بالك من النقطه دي. طيب نيجي بقى نتكلم على الشيري الاريزو 8. دي اكتر عربيه انا اتسالت عليها الفتره دي. على فكره العربيه دي ممتازه، يعني الموتور ال 1600 اللي بينزل في العربيات الاس يو في، يعني هو بينزل في عربيات ضخمه. انت بص على السو ايست الاس 09 ولا التيجو 8 ولا الكلام ده، بص على المواتير دي هتلاقيها نازله في عربيات يعني جاموسه. فلما ينزل في عربيه سيدان زي دي هتلاقي الاداء بتاعه ممتاز. فيعني انا شايف ان العربيه دي الناس بس تجربها ويتعمل لها ماركتنج هتنتشر. فالموتور ال 1600 زي ما اتكلمت عليه كده في الفيديوهات اللي قبل كده، ده التربو بتاعه بينزل من شركه جاريت، فدي نفس الشركه اللي بتعمل التربو بتاع عربيه الاوكتافيا الفي ار اس والجولف 8 الجي تي اي. فهي طبعا مش نفس التربو، ولكن نفس الشركه اللي بتصنع التربوهات دي. فالناس دي بدات ان هي تبص في الهاندلنج بتاع العربيات دي، هتلاقي ان العفشه بتاعتها متميزه، سواء يعني قدام وهي بتنزل العزم. يعني انا اتكلمت برده عن النقطه دي في فيديوهات قبل كده، وبرده العفشه الخلفيه بتاعتها كويسه، الكاميرات بتاعتها برده كامله. فانا شايف ان العربيه دي هتعمل ضجه كبيره في السوق يعني، بس هي تتعمل عليها ماركتنج وهتنتشر. فهي والشنجان اليوني في، انا شايف صراحه لو انا هشتري هبص على العربيتين دول اكتر من الام جي 7 مثلا. بما اننا جبنا سيره الام جي 7، عربيه حلوه جدا ولكن الاداء بتاعها مش زي ما هم بيقولوا. يعني هتبص على اليوني في، هتبص على الشيري الاريزو 8، الاوكتافيا، هتبص كيا الكي 4، كل العربيات دي هتكسبها. فتبقى واخد بالك ان العربيه شكل اكتر من اي حاجه. يعني العربيه فعلا شكلها مبهر وجميل جدا، وكمان استهلاك البنزين بتاع الام جي 7 مش احسن حاجه، وفتحه السقف بتاعتها ملهاش كفر. فالعربيه لو ركنتها في الشمس هتسخن منك جامد، وكمان الشاشه بتاعتها بتهني كتير قوي. طيب نيجي بقى للامباو، العربيه اللي لما نزلت كل الناس اللي معاهم عربيات اوروبيه فضلوا يتريقوا عليها. يعني هي عربيه صراحه قهرت ناس كتير. فعلا العربيه دي سريعه جدا، العربيه ادائها يعني ممكن يوصل للبي ام دبليو الاف 30 ال 2000 سي سي. فهتبقى واخد بالك العربيه كمان ممكن ادائها يتفوق على السكودا الاوكتافيا، او يعني يبقى زيه بالظبط، على حسب بقى العربيه اللي حالتها احسن هتشب عن الثانيه. ولكن طبعا العربيه الامباو مركزه اكتر بقى على الشباب. يعني العربيه فيها اكزوست نوت وفيها سبورت بلس وفيها مش عارف ايه وحاجات كده، يعني اوبشنات فعلا بتبقى مغريه. ولكن طبعا بينقصها برضو شويه حاجات، يعني برضو هتلاقي العزل فيها مش احسن حاجه، هتلاقي العربيه واطيه بتحك في المطبات، تبقى واخد بالك من النقاط دي. هتلاقي برضو ان الموتور بتاعهم علشان بيطلع هورس باور عالي، هتلاقي كمان الكولينج بتاعه ووتر كول، ده مش اي حد يفكه. يعني انا قلت لكم المعلومه دي قبل كده، وانت كده كده تصلح العربيه دي في التوكيل، ولكن تبقى عارف ان انت مثلا لو اتزنقت على طريق ولا حاجه اللي هيلحقك لازم يبقى فاهم، علشان مش اي حد يتعامل مع نظام التبريد بتاع العربيه دي. برضو الفرامل والاداء على السرعات العاليه جدا، يعني الاداء اللي هو على السرعات الغير مسؤوله هتلاقيه لا اضعف من العربيات الالماني، تبقى واخد بالك من النقطه دي.
كمان العربيه ما بتنزلش بازاز فيميه، فهتلاقي برضو ان الموضوع ده مش احسن حاجه. والكاوتشات بتاعه العربيه اللي هي بتنزل بيها خامتها مش حلوه خالص. يفضل ان انت يعني لما تجيب العربيه دي شويه وتجيب لها على طول ميشلان بايلوت سبورت 5، هتلاقي العربيه اختلفت معاك تماما. وبرضو تبقى عارف ان العربيه ما فيش فيها اندرويد اوتو، والاضاءه بتاعتها مش اقوى حاجه. خد بالك ان العربيه رياضيه، ولكن العربيات الرياضيه بتحتاج اضاءه برضو قويه جدا، فتبقى واخد بالك من النقطه دي. طيب نيجي بقى للقاء العمالقه بتوع الفئه دي، اللي هو الكيا الكي 4 والاوكتافيا الاي 8. طيب العربيتين دول امتى اشتري اي واحده فيهم؟ طبعا خرج العربيه الكيا كي 4 الفئه الاولى اللي هي 1,400,000 دي، ما ينفعش تشتريها. خلينا نتكلم بقى عن اول فئه في العربيتين اللي هي 1,600,000 بالنسبه للعربيه الكيا الكي 4 و1,650,000 بالنسبه للعربيه الاوكتافيا. طبعا العربيه الكيا الكي 4 هتلاقي فيها اوبشنز اعلى بكتير قوي من اللي بتقدمه لك الاوكتافيا في الفئه السعريه دي. يعني انا شايف الفوانيس بتاعه الاوكتافيا في الفئه السعريه دي شكلها وحش الصراحه. يعني انا ما بقبلش الاوكتافيا بالفوانيس بتاعه اول فئه. بالنسبه للمشاكل بتاعه الاعتماديه والكلام ده، العربيتين دول ما فيش منهم اي مشاكل. الاوكتافيا زمان كان بيحصل فيها مشاكل، ولكن المشاكل دي اتعالجت من 23 و24 ونزل فيس ليفت ده بدون اي مشاكل خالص، فتبقى واخد بالك من النقطه دي. ولكن هنا اعيب على الاوكتافيا في حاجه، الاوكتافيا بتنزل بنفس الشاشه اللي هي في عربيتي القديمه، فانا شايف ان الشاشه بتاعه الكيا الكي 4 لا هتتفوق طبعا عن العربيه الاوكتافيا. طبعا الشاشه بتاعه الكيا مفيش فيها اداس، ولكن العربيه اوفرول متقدمه جدا عن العربيه الاوكتافيا الاي 8 في الاوبشنز وفي الشكل، وحتى كمان في الخامات من جوه. لا الخامات يعني بص، الخامات اللي هي بتاعه البيبان والكلام ده تلاقي ان الكيا الكي 4 بتتفوق بالنسبه للاوكتافيا الاي 8 الفئه الاولى. لا هتلاقي الخامات فيها اضعف. طبعا التقفيل بتاع الاثنين ممتاز، ولكن هتلاقي فيه تزييقات او حاجات يعني في كل حته عند كل واحد فيهم. تمام. طبعا اكتر حته بتعصبني في الاوكتافيا وهي مقبض الباب. هتلاقي ان مقبض الباب بيزيق سنه كده لما تيجي تمسكه، مش عارف هي ظاهره لكم في المايك ولا لا. يعني انا ماسك الباب دلوقتي بيحصل فيه ايه، تزييقه سنه. التزييقه دي تقريبا موجوده في معظم عربيات فولكس فاجن، تمام، فعشان تبقى عارف يعني. ولكن غير كده هتلاقي ان العربيه الاوكتافيا مستغله المساحات بشكل ذكي. الشنطه بتاعه الاوكتافيا جباره، ولكن الكيا كي 4 تتميز شويه في مساحات الرجل ورا عن العربيه الاوكتافيا، ولكن في الشنطه زي ما قلت لك الاوكتافيا. هنيجي بقى بالنسبه للاداء. الاداء بتاع الكيا كي 4 هيتفوق سنه عن الاوكتافيا تحت على السرعات القليله، ولكن على السرعات العاليه الاثنين متقاربين جدا. فيعني يعتبر الاثنين واحد. الثبات بتاع العربيتين يعني انا شايف ان هو متقارب جدا. العربيه الكيا كي 4 العفشه بتاعتها مالتي لينك، هي بنفس مستوى الثبات بتاع الكيا كي 4، ولكن العربيه الفئه الاولى بتنزل بشنط صغير، فطبعا هتلاقي التفوق في الثبات لناحيه الكيا كي 4. طيب عيب على الاوكتافيا الاي 8 في ايه؟ ان اسعار الصيانات بتاعتها مش احسن حاجه. الصيانات يعتبر غاليه شويه، ولكن الحاجه اعتماديه. خد بالك كمان الميزه في اوكتافيا اي 8 ان قطع الغيار خلاص بتاعت العربيه دي انتشرت بره قوي، فما فيش مشكله اصلا لو جبتها وما وديتهاش التوكيل. حتى انا شايف ان العربيه يعني كويسه جدا. طبعا انا ما بقولكش تعمل كده، ولكن انا بقول لك لو اضطريت مش هتحس باي مشكله. يعني الناس كلها فاهمه العربيه دي. بالنسبه للكيا كي 4 عيوبها ان الكاب هولدر زي ما قلت لكم الخامات بتاعتها ممكن تتكسر، يعني هي اتكسرت مع ناس. والمسند اللي في الكرسي اللي ورا مبوظ الرؤيه شويه. ما تبصوش على المسند اللي ورايا ده، انا رافعه شويه، ولكن فعلا المسند بتاعها بيعيق الرؤيه شويه، فتبقى واخد بالك من النقطه دي. كمان الفوانيس بتاعتها، الفوانيس اللي قدام دي انا شايفها مشكله شويه في عربيه سيدان. يعني الصينيين بيعملوا الفزلكه دي، ولكن في عربيات عاليه عن الارض. ولكن انت قريب من الارصفه، قريب من التكاتك، قريب من الكلام ده، والفانوس بتاعها يعني جواه شيبس كتيره جدا. تمام. فتبقى واخد بالك من النقطه دي. بالنسبه لمستوى الفخامه، لو انت تقدر تجيب العربيه الاوكتافيا الفئه الثالثه، لا طبعا روح على الاوكتافيا. العربيه الاوكتافيا هتلاقي فيها بقى الارجو سيتس والمساج سيتس والكلام ده، الكراسي صحيه، بتقدم مستوى كماليات ممتاز. الاضاءه الماتريكس ليد بتاعتها فعلا بتنفعك وتستاهل ان انت تدفع فيها فلوس في السفر وفي الكلام ده. العربيه فعلا بتبقى واضحه على الطريق، والجنود بتاعتها برده شكلها حلو. فانا شايف صراحه لو انت هتقدر تجيب اوكتافيا هاتها الفئه الثالثه بس، يعني انا شايف كده. بس يعني لكن الكيا كي 4 هتلاقي ان هي بتقدم قيمه مقابل سعر افضل بالفلوس دي. ولكن لو انت تقدر على الاوكتافيا تاني اللي هي اعلى فئه، لا هي طبعا هتبقى متفوقه عن العربيات دي. ولكن بفلوسك عند ال1,600,000، لا لو انا شخصيا هروح لا انا يعني انا هروح الاوكتافيا عشان
انا بحب البراند، بس يعني لو اي حد هيشتري هقول له لا طبعا روح للكيا الكي 4 تبقى اختيار افضل واحسن بالنسبه لك. طيب ليه انا قلت مش هختارها والكلام ده؟ علشان انا صراحه ما بيفرقش معايا الكماليات دي قوي. يعني انا الشاشه بتاعت العربيه دي اهم حاجه ان هي يبقى فيها ابل كار بلاي وشكرا، تمام قوي كده. يعني أنا الكماليات والحاجات دي صراحه اخر حاجه انا ببص عليها. طيب ولو انت بتدور على عربيه هاتشباك هتلاقي برده اختيارات ممتازه جدا وقيمه مقابل سعر الصراحه. لو هتبص على الكورسا انا شايف ان السيات ابيزا تتفوق عنها الصراحه. السيات ابيزا الفئه اللي بمليون جنيه دي انا شايفها ممتازه جدا، موتور 1600 تنفس طبيعي، فتيس اوتوماتيك عادي جدا، والعربيه فعلا روشه ومستوى الثبات فيها يعني ممتاز جدا. فانا شايف ان العربيه دي قيمه مقابل سعر افضل واعتماديه اكتر من الموتور ال 1200. الموتور ال 1200 بتاع الاوبل مفيش منه اي مشاكل، ولكن بيحتاج اهتمام اكتر زي ما قلت لكم، اهتمام بالبنزين اكتر الكلام ده. لكن لو انت هتجيب عربيه تطحنها بقى والكلام ده هتجيب السيات ابيزا. لكن الاوبل كورسا وهي حالتها كويسه وبيرفكت هتلاقي الاداء بتاعها احلى من الابيزا. طيب لو احنا بقى نقدر نطلع في البادجت شويه هتبص على السيات ليون. العربيه دي ممتازه، بتتقدم بنفس موتور الاوكتافيا ولكن علشان هاتشباك يعني بتتقدم بسعر ارخص، وانا شايف ان الكماليات بتاعتها كويسه جدا. طيب لو انت عايز العفشه المالتي لينك هتبص على الجولف 8. دي اكتر عربيه رياضيه تحت ال 2 مليون جنيه موجوده، ما فيش اي عربيه هتتقارن بيها في النقطه دي. تبقى واخد بالك في نقطه الثبات بالذات هتلاقي ان العربيه دي ادائها كويس جدا. طيب اكتر عربيه روشه تحت ال 2 مليون هي الكوبرا ليون. العربيه دي برضو ادائها ممتاز، الميتريكس ليد في حته تانية، السماعات، الامبيانت لايت، الكانتارا، الشياكه، الكلام ده كله، ولكن ما بتجيش بعفشه مالتي لينك. ولو عندك عربيه فولكس فاجن او اودي او سيات او سكودا او كوبرا او لا قدر الله يعني بورش او لامبورجيني ممكن تجي لي. انا بعمل تكويدات للعربيه، بفتح اوبشنز، ممكن افتح لك الشاشات اللي هي المخفيه، ممكن اعدل لك في الاكس دي اس بتاع العربيه خليه يتدخل بشكل اقوى، اقفل حاجات كده في العربيه لو انت مش عايزها تزعجك. برضو ممكن يعني عايز تعمل اي اوبشنز في العربيه ممكن تتواصل معايا على الانستجرام. ولو عندك عربيه اوبل تواصل مع جو كودينج، ده يعني من اقوى الناس في الاوبل. حول العربيه الاوبل الاسترا، اتفرج عليه واتفرج على الفيديو بتاعه مع ماجد. العربيه يعني اللي انتوا شايفينها في الفيديو مع ماجد دي اتعمل عليها تحديثات اكتر من كده بكتير، وكلها سوفت وير نازل من الشركه مترخص كل حاجه، مفيش اي حاجه بيتلعب فيها. وكمان ممكن يفتح لك السبورت مود بدون اي لعب في اي حاجه. وده على فكره مش اعلان ليه، انا كنت عميل عنده في الاول وبعد كده اتحول لصاحبي، فهو ان شاء الله ثقه يعني. ولو عمل اي حاجه غلط ارجعوا لي وان شاء الله انا مش هعمل لكم اي حاجه. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم ورحمه الله.